بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي على ما كان وأحمدك على ما يكون، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد الأمين المأمون. وبعد، الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يعطينا صورة غيبية يأتي لنا دائما بالأمر المحس، فهو يريد بأن يعطينا الصورة الغيبية لنعلم نحن منزلتنا من الله، في قوله إني أعلم ما لا إني أعلم ما لا تعلمون، ونعلم أن جميع خلق الله مسخر لذلك الإنسان. ولماذا تكون هذه المسألة؟ لأن الإنسان هو العنصر المختار في الكون، فإذا علم أن الله ميزه واصطفاه على سائر الخلق، يبقى حين يأمره بأن يعبده وأن يطيعه وأن يوحده يبقى الله مستحق لذلك بمقدمات الحيثيات أم غير مستحق. بعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى كما قلنا قبل أن يباشر آدم مهمته في الوجود، لم يشأ الله رحمة به أن يجعله يباشر مهمته بكلام نظري، لأن هناك فرق بين الكلام النظري والتجربة التطبيقية. قد تفهم الشيء نظريا، ولكنك حين تزاول تطبيقه عمليا يصعب عليك. أتستطيع كما قلت أن تعلم لاعب الكرة لعبة الكرة بكلام نظري؟ لا بد أن يزاولها حركيا. ساعة ما يزاولها حركي بنعلمه ازاي يلعب وبندربه. وكنا ساعة تدرب إنسانا على مهمة تريد منه المهارة فيها يجب أن تضمن له كل شيء، تضمن له الإقامة، تضمن له أنه هو يعيش، تضمن له كل حاجة علشان تقدر تدربه على المهمة ثم تخرجه ليباشر المهارة. إذن فالفترة التي كانت في الجنة بالنسبة لآدم كانت تدريب على تطبيق المنهج العبودي، حتى إذا ما خرج إلى مهمته لم يخرج بمبدأ نظري، وإنما خرج بمنهج عملي تطبيقي. وقلنا إن قصة آدم في ذاتها تمثل كل زوايا الركب الرسالي في الدنيا، لأن مهمة الرسول أن يأتي بأمره وأن يأتي بنهيه، وأن يحذرنا من شهوات نفوسنا، وأن يحذرنا من إغواء الشيطان. ولكن الذي خلقنا يعلم الغفلة منا، ربما غفل إنسان فصدر عنه ذنب يعلمه كيف يتوب ويستغفر. إذن فقصة آدم فيها كل هذه الأشياء، أمر ونهي وتحذير من الشيطان. وبعد ذلك علمنا أنه إذا غلبك نسيان أو غفلت غفلة ثم أذنبت ذنبا فإن الله لا يوصد بابه عليك، وإنما يفتح لك باب وفتح باب التوبة للخلق أمر عليه عمارة الكون كله في عالم الصلاح والجمال. ليه؟ لأن الذي يذنب ذنبا لو أن الله لم يفتح له باب التوبة وسدها عليه بمجرد ذلك الذنب، ماذا يكون موقف المذنب؟ إنه سيستشري في الذنوب، لأن المسألة خلاص انتهت. ولكن حين يفتح له باب التوبة يعطيه لونا من التراجع إلى أن يصير إلى منهج الحق. لو لم يكن ذلك لكان كل من أذنب ذنبا سيتكرر منه الذنب كل يوم ويشقى العالم بذنوب العالم. فالحق سبحانه وتعالى ماذا قال؟ يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. دي فترة التدريب بقى. ربنا قال لآدم؟ يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اسكن أنت وزوجك الجنة، ده كلام طيب. وبعدين ضمن لهم الحياة، كلا منها رغدا حيث شئتما. وبعد ذلك أمر اسكن خلاص، وبعدين لا تقربا هذه الشجرة، هذا هو النهي.
وهل كل رسالة من رسول إلا أمر ونهي؟ افعل ولا تفعل، هذا العنصر. وضمن لهم ايه؟ الحياة رغدا وسعا حيث ايه شئتم، ولا تقرب هذه الشجرة، ادي معناه الايه؟ النهي، لانكم ان قربتم هذه الشجرة تكونان من المين؟ من الظالمين لانفسكم. ادي كل الرسالات جايه لهذا الايه؟ لهذا المعنى. نمسك بقى العبارات لفظ لفظ كده. ساعة يقول الله قلنا، تجد انه ياتي بضمير ما نقولش الجمع، لان الله واحد احد، ولكنها يسمونها نون الكبرياء ونون التعظيم. نون الكبرياء ونون الايه؟ اذا فكل امر يحتاج حدثا فعليا ربنا يجيب نون الكبرياء ونون التعظيم. ليه؟ لان كل فعل من الافعال يحتاج الى مواهب شتى والى صفات متعدده علشان تعمل ايه؟ عشان تنشئ الفعل. انت عايز تعمل اي حاجه تبقى يقتضي منك قدره ويقتضي منك علم ويقتضي منك حكمه ويقتضي منك كل حاجه. اذا فساعتها جاء بنون الكبرياء انه متكبر وانه عظيم على كل هذه الاحداث يقدر يعمل. لكنه اذا تكلم عن شهاده التوحيد يقول ايه؟ انني انا الله، ما يقولش اننا نحن الله. ليه؟ لانه عايز توحيد، عايز ايه؟ اذا ففي صدد التوحيد ياتي بضمير الافراد، واحد احد. في صدد العمليات الحدثيه يجيب ايه؟ نحن بنيناها وانا لموسعون. ليه؟ ام قال لك لانها عايزه صفات ايه؟ صفات كتير عشان تتكاتف وتعمل العمليه دي. ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يمتدح ابراهيم عليه السلام يقول ايه؟ ان ابراهيم كان امه. ايش معنى امه؟ يعني جامع لكل خصال الخير اللي ما تجتمعش الا في امه. يبقى ده متميز بالصدق، وده متميز بالشجاعه، وده متميز بالحلم، وده متميز بايه؟ ما فيش واحد بيتميز بالكمالات كلها. يقول اهو ابراهيم ده كان ايه؟ كان امه، يعني جامع لايه؟ جامع لكل خصال الايه؟ لكل خصال الخير. قلنا يا ادم، احنا قلنا دي ادم العلم اسمه كده، من السمره او مش من السمره. قلنا ما يشترطش في الاسم انه يكون واخد اشتقاقه، يعني يبقى ادم يعني ايه؟ اسم علم على هذا المسمى اللي هو اول ايه؟ اللي هو اول خلق الله. اسكن، كلمة اسكن دي ساعة ما تسمعها عايزة عنصرين اتنين، الهدوء والاطمئنان. ادي معنى ايه اسكن؟ اسكن يعني ايه؟ الهدوء والاطمئنان. ومنه اخذ اسم السكن بسكون الكاف. السكن ده تطلق على الزوجة وعلى الاولاد، والسكن على المكان اللي انت ساكن فيه. يبقى كله مأخوذ من الايه؟ من الهدوء والاطمئنان على الاول. اذا فاذا فقد اي مكان عنصرا من هذين العنصرين لا يعتبر سكن، ما يعتبرش. ان فقد الهدوء ما نقولش عليه ايه؟ ان وجد الهدوء ولم يوجد الاطمئنان يبقى ما يقالش عليه سكن. يبقى لازم العنصرين. حين تنظر الى فسادات الدنيا في بيوتها تجد اختلال، يا العنصرين يا عنصر من دول مختل. يجي الرجل تعبان من عمله فيدخل في البيت فيجد ايه؟ جلبة وضوضاء وصراخا وهو يريد ان يستريح. يبقى فقد عنصر الهدوء، فقد عنصر الهدوء. ومعنى الاطمئنان ان قلبك ما تجيش وساوس ولا مخاوف من انها ساعة يخرج تفتح النافذة او تقف في البلكونة او بتمشي او بتخرج او الى اخره. يبقى مفقود عنصر ايه؟ او بتخونه في ارزاقه او الى اخره. يبقى فقد عنصر ايه؟ وان كان ساعة يدخل لا يجد صوتا ويجد هدوءا، انما فقد عنصر ايه؟ يبقى في عمله بره وقلبه مشغول بايه؟ بالداخل بالبيت. يا ترى بتعمل ايه؟ يا ترى الاولاد عملوا ايه؟ يا ترى مش عارف ايه؟ يا ترى شغلانه. يبقى اذا عشان يبقى سكن يبقى لازم ايه؟ عنصرين اثنين، الهدوء والاطمئنان. ويطلق على الزوجة سكن بسكون الكاف، وعلى الاولاد، وعلى المكان سكن. ويطلق السكن على الرحمة والبركة، لان برضه الهدوء يجيب رحمة وايه؟ ويجيب بركة برضه. وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم، يعني راحة وايه؟ اذا فكلمة تسكن دي بتديني دستور اجتماعي عشان البيوت.
يا من تريد بيتا سعيدا مستقرا لا صخب فيه ولا لغب، خلاص، ولا جلبة ولا قلق ولا فزع، حقق الايه العنصرين اللي هي الهدوء والاطمئنان. ولذلك العربية لما نصحت البنت بنتها قالت لها ايه؟ والتعهد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، ما تعملوش دوشه. قال له اسكن، وما دام هيسكن بقى في الجنه اسكن انت وزوجك. كان من الممكن يقول له اسكن وزوجك، لان ما دام انتوا عارفين ان فاعل فعل الامر دائما مستتر ولا لا؟ انتوا بتشوفوا فيها فاعل فعل امر يبقى ظاهر، انما هو قال انت اسكن انت. اوعى تفتكر ان انت دي هي فاعل اسكن، لا ده ضمير جه علشان يفصل بين ايه؟ لا عشان يفصل بين اسكن وبين ايه وزوجك، لانه ما يعطيش اسم على فعل. اسكن انت وزوجك. لاحظ هنا ملاحظة اخرى، ان كلمة زوج دي احنا قلنا انها ايه؟ الفرد ومعه مثله، الفرد ومعه ايه؟ مثله. ولذلك ما جابش تاء التأنيث، ما قالش اسكن انت وزوجتك. ليه؟ لان الامر التكليفي من الله سواء فيه الذكر والانثى، الاثنين، مش ذكر من عمل صالحا من ايه؟ من ذكر او ايه؟ او انثى، مش كده؟ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على ايه؟ على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب، اذا فهم متساويين في الحته دي. ان كان هناك اختلاف فاختلاف في الوظائف النوعيه للنوع لا للجنس. اسكن انت وايه؟ وزوجك. هل قوي الجنه، اسكن انت وزوجك الجنه. الجنه دي بعض الناس ذهب الى انها الجنه جنه الجزاء، ولذلك انا قلت مره انكم تظلمون اباكم ادم في انكم كنتم لولا معصيته لكنتم ساكنين في ايه؟ في الجنه. يا ناس ما تقولوش هذا الكلام، ومن العجيب اننا نجده في الكتب ونجد علماء بيقولوه. نقول له يا شيخ هي الجنه، بل البلاغ الاول عن ادم اني جاعل في الارض خليفه. البلاغ اني جاعل في الارض، يبقى هتجيب سيره الجنه ليه؟ ده الجنه دي احنا قلنا طب ما هو قايل مثلا ان زي ما قال ان اصحاب الجنه اليوم في شغل ايه؟ فاكهون ويقصدوا جنه الاخره، قال انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الايه؟ اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. يبقى جنه في الدنيا، مش كده ولا لا؟ كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه ايه؟ شيئا. الله احدهم ان تكون له جنه ايه؟ من نخيل وجنه بربوه. اذا فالجنه تطلق على المكان اللي فيه شجر، الشجر ده كثيف حتى انه يستر من دخل فيه، لان ماده الجيم والنون تدل على الستر كلها. جنون لان عقله ايه؟ غايب، مش كده؟ جنه لانها تاخذ انسان من ضربه السيف والعدو، مش كده؟ جنه شجر كثيف ملتف بحيث الذي دخل فيه ايه؟ يستر. كويس. وبعدين قال ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا ايه؟ ولا تضحى. دي عناصر الايه؟ عناصر الايه؟ حياه تدريبيه، من عناصر الحياه التدريبيه. فكيف تقول انها جنه الاخره؟ وهل جنه الاخره فيها تكليف؟ كل ولا تاكل. طب جنه الاخره الذي دخلها يخرج منها؟ جنه الاخره تقع فيها معصيه ما دام ما فيهاش تكليف؟ ما يمكنش ما تكونش ابدا. يبقى اذا دي الجنه هي المكان اللي احنا بنقول ايه؟ اعددناه لمن ندربه على عمل فيه مهاره. ضمننا له المكان وضمننا له الراحه وضمننا له الهدوء وضمننا له الاطمئنان، لا يشتغل حتى باعداد طعامه ونعمل له كل حاجه علشان احنا عايزينه ايه؟ في مهاره. فاذا اخطا في التدريب يؤدب ام يقوم؟ يقوم بس، انما ما نلقيش عليه عقوبه، مش كده؟ لسه بيتدرب. لكن لما نطلعه بقى، انا ضربت مثل قلت ان المعلم يظل طيله العام يلقن تلاميذه الدرس ثم يصنع لهم مثلا بعض الاختبارات، فياتي بالقلم الاحمر ليصوب الخطا، يحط خط احمر تحت ايه؟ وبعدين يكتب الايه؟ الصح. لكن في ساعه الامتحان في الجواب بيتعلم على الخطأ ويعمل له الصح؟ لا، هنا التأديب بقى، ده احنا هنسقطه او ننجحه.
يبقى اذا فتره التدريب الذي يخطئ فيها يصوب ولكنه لا يؤدب. في فرق بين ايه؟ بين الاثنين. يبقى اذا الجنه هي جنه ايه؟ مكان فيه كل اسباب الايه؟ الحياه. فقال ربنا لادم اسكن انت ايه؟ وزوجك الايه؟ الجنه. ولا تقربا وكلا منها الاول وكلا منها رغدا حيث شئتما. الرغد السعة في العيش بدون مشقة بدون تعب. ما هو اصله قاعد في التدريب، هيبقى قاعد في التدريب ونقول له اشتغل عشان تجيب تاكل؟ لا، هيبقى رغد من غير ايه؟ من غير مشقة. يبقى كلا منها ايه؟ رغدا. وبعدين حيث ايه؟ حيث شئتما. كلمة حيث شئتما دي يبقى تفهم انها الوان متعددة. ما دام بقول له كل اللي شئته، بالله انا ما فيش قدام ابني الا الطبق الفول واللي جيب العيش، اقول له كل ما شئت؟ لا، ما يمكنش. ساعة ما اقول ما شئت دي يعني يبقى معناها انه ايه؟ انه في اصناف كتير او متعددة. قال لك طب ودي ايه مدخلها؟ قال لك ده مدخلها في ايراد الهدوء والاطمئنان. ليه؟ قال لي من الجائز انه لو انه صنف واحد مهما كان له تميز يجي في يوم من الايام تقول انا عايز رنجه يا اخي، مش عايز اكل الرومي دي، نفسي اكل رنجه، نفسي اكل شويه فول، نفسي اكل شويه طعميه. يقوم يجيب له كل ما يمكن للنفس ان تشتهيه في اي وقت من الاوقات، قول له قدامك اهو كل اللي انت عايزه. لان احوال النفس في استطابه اي لون من الطعام واحوال النفس في طلب المتناقضات متعدده. مره يعوز حاجه حلوه، مره يعوز حاجه حادقه، ومره يعوز حاجه حريفه، وما انت عارف. يبقى ايه لما قالكوا رغدا حيث ايه؟ شئتما ولا تقربا هذه الشجره. القرب ده ايه معنى القرب؟ القرب ده مره تقول قرب الشيء قربا، يعني مكانه قريب دعني منك، ومره تقول قرب قربانا. شوفوا عشان تفهمون دقه لغتكم وازاي كل لفظ جاي في مطرحه. ساعة تنظر الى القرب المكان تقول قرب قربا، فان كان القرب فيه تداخل ما يبقاش قرب، ما تنفعش. يوم قربانا. ولذلك لما الراجل يقول لك لما يروح ناحيه امراته ما نقولش قرب منها قربا، وانما قرب منها ايه؟ قربانا. وساعة تقدم شيئا لله تقول عليه ايه؟ قربان. انك متداخل في نطاق الايه؟ العبوديه. ودي من دقه اللغه الايه؟ اللغه العربيه. مش في مجمل المعنى قد يكون الاجمال واضح، انما في تفصيل المعنى غير. مثلا انت تقول ايه؟ نظره، وبعدين تقول زي رآه، وزي لمحه، وزي رمقه، وزي لحظه. نقول له لا، دي في الرؤيه العامه، انما كل لفظ له ايه؟ رآه بجمع عينه، ولحظه بمؤخر الموقع، ورمقه عن بعد. يبقى حسب النظرة لها لفظ يؤديه. زي ما قلنا في قعد وجلس، انت بتقول المعنى واحد كده، ده سطحيا، انما قعد لابد ان يكون عن قيام. كان قائما فقعد، انما جلس تقول كان مضطجعا فجلس. يبقى دي لها معنى ودي ايه؟ لها ايه؟ لها معنى من دقة الايه؟ اهديك قرب قربا غير قرب ايه؟ قربانا، وغير القربان اللي بيتقدم ايه؟ بيقدموه للايه؟ للآلهة. كل مثلا انت حين تجوع، ما هو الجوع؟ الجوع هو الشوق الى الطعام، مش كده؟ اشتهاء الطعام يعني، مش كده؟ يبقى اسمه ايه ده؟ جوع. طب وين اشتقت للميه؟ يبقى اسمه عطش. شوف دي خدت لفظ ثاني اهو. يبقى الجوع اشتياق الى مين؟ طعام عاد. والاشتياق للماء عطش. طبعا او اشتياق للبن بالخصوص يقول لك عيمان، عايز لبن، يعني ما يقول اسمع كلمه عيمان كده يعني عايز اشرب ايه؟ لبن. افرض انك انت عايز تاكل لحم، مشوق للحمه، تقول هذا قرب. قرب يعني ايه؟ عايز ايه؟ مشوق لايه؟ للحم. مشوق للجنس، للمراه تروح له، يقول لك هذا شبق. يبقى كل لفظ له ايه؟ كل لفظ له ايه؟ له معنى علشان يؤديه، مما يدل على دقة اللغة في الايه؟ في الاداء. ولا تقربا هذه الشجرة. طيب كلمة تقربا هذه الشجرة،
المنهي عنه القرب ام المنهي عنه الاكل؟ المنهي عنه هنا القرب، انما هناك فاكل منها يبقى قرب وزودها شويه وكل كمان. فلما ذاق الشجره، الله، يبقى لو على المنطق العادي يقول الله ايه؟ قال لا تقربها، مش كده؟ هذه الايه؟ الشجره. وبعدين قال فكلها ايه؟ تقول له ما هو ما دام ما كل يبقى القرب جه من باب اولى. خلاص؟ لو ان المراد النهي عن القرب فقط يقول فاقترب منها، فاقترب، انما هو المراد مين؟ الاكل. طب امال عدل ليه عن لا تاكله وجاب ايه؟ لا تقربه. قال لك ليه؟ لان النفس اذا حرم عليها شيء ولم تحم حوله كان ادعى الى انها ما تعملوش. انما اذا حم حوله كده يعني مثلا قال الخمر بلاش، وبعدين شاف الخماره وراح قاعد واللي بيسكرهم ومش عارف ايه، يمكن ده يغريه بايه؟ بانه يشرب. فقال في المحرمات لا تقربه، يعني ما تحومش حوله. ليه؟ لانها لما تكون غايبه عنك يمكن ما تجيش فيه. ولا ايه؟ قال وان لكل ملك حما وان حمى الله محارمه ومن حام حول الحمى يوشك ان يواقعه. ام قال لا تقربه يعني علشان ما تبقاش قدامك الشجره كده وتشوف ايه، يمكن تحدثك نفسك ايه؟ انك انت لا تقربها. يبقى المراد ايه؟ الاكل، لا تاكلها، بدليل انه العقاب كان على الايه؟ على الاكل، فذاق مش عارف ايه، فلما ذاق الشجره. يبقى اذا معنى ذلك نفهم ان كل شيء حرمه الله مش بس علشان اضمن لنفسي واستبرئ لعرض ما اعملوش، ولا اهوب ناحيه الحته اللي هو فيها، الله، ولا اهوب ناحيه الحته اللي هو فيها، ما اقربهاش ابدا. ليه؟ علشان امنع نفسي حتى من ان ايه؟ تحدثني بانني ولذلك احنا قلنا في حلقه ان كان اناس كثيرين يقبلون على شرب الخمر لانه لم يرد في المحرمات. ما قالش حرمت الخمر زي ما قال حرمت الميتة والدم والخمر. نقول له يا اخي افهم كويس، ده كلمة اجتنبوه اشد من التحريم، لان لو حرمها لحرم شربها، انما لما اقول اجتنبوه يعني ولا توجد معها في مكان، ولا تبيعها ولا تشتريها ولا مش يبقى ايه اللي اقوى؟ اجتنبوه، ولا بدليل انه استعمل لفظ الاجتناب في قمة العقيدة. اجتنبوا الرجس من الاوثان، اجتنبوا يعني ما تشوفش حتى الصنم اللي بيعبدوه، مش ما تعبدوش بس، ولا تشوفه ولا تقرب ناحيته. يبقى اذا كلمة ولا تقربها ايه؟ هذه الشجرة. الناس بقى يتعبوا نفسهم بقى، يا ترى هي شجرة ايه؟ هي سنبلة القمح؟ يا ترى هي شجرة الكرم؟ يا ترى هي شجرة الايه؟ التين؟ مثل التفاح؟ يتعبوا نفسهم في مسألة علم لا ينفع وجهل لا يضر. هل اذا كانت لونا من هذا او هذا او هذا يؤثر في كون الله قال لا تقرب؟ ده معنى لا تقربه انه كمان ما يعرفش هي اسمها ايه ولا يشوفها شكلها حد. يبقى بيتعبوا نفسهم في اشياء لو ان الله يريد ان يعلمنا بها ايه كان يعلمنا، كان يقولها. فانت بتتعب نفسك في حاجه ليه كده ملهاش ايه؟ يبقى سواء هي شجره، المهم انها رمزيه منهي عنه. المهم في الشجره انها ايه؟ رمزيه لامر منهي، وما دام منهي عنه يبقى من ايه؟ ما نجيش عنه. فلما ذاق الشجره، كلمه شجره دي لازم يعني نعرفها كده، ايا كانت بقى، القمح، التين، الكرم، ايا كانت كلمه شجره. انت تسمعوا كده لما حينما نقول تشاجر فلان وفلان، معنى تشاجر فلان فلان مش اشتبكوا؟ اهي سميت شجره لانها اغصانها تشتبك مع غيرها، يبقوا داخلين كده ببعض كده. شجره لان فيها ايه؟ فيها اشتباك، فيها ايه؟ اشتباك. ولذلك دلوقتي في المساحات البعديه في علم مثلا النبات يقول لك ان الشجره دي تحتاج الى محيط قد كده، فلما يجي يزرع يعمل حسابه في نهايه نضجها تعوز قد ايه، علشان ايه؟ عشان لان معنى التشابه ان كل واحده من الشجره
يريد حيزا تطلبه شجرة أخرى. وهو ده الخلاف اللي بين الناس. بيتخانقوا على إيه؟ هما بيتخانقوا على إيه؟ مش على حاجة أنت تحب أن تكون لك وهو يحب أن تكون له. كذلك الاشتغال في الشجرة، عايز الجو ده، أنا عايزة كذا قطر، والتانية تقول أنا عايزة كذا قطر، يبقوا لازم يركبوا على بعض كده. ولازم فلما ذاق الشجرة فكلا منها رغدا إيه؟ حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون إيه؟ من الظالمين. ما معنى الظلم؟ الظلم يطلق على الجور، زي الجور تمام. الظلم ضد يعني مقابل الانصاف، والجور يقابل العدل. وقد يطلق الظلم ويراد به النقصان. كلتا الجنتين آتت أكلها إيه؟ ولم تظلم منه شيئا. يبقى نقصان. ما هو الظلم برضه نقصان، انك تظلم واحد بتاخد ايه؟ طب اشمعنى سميناه بناحية المسلوب ولم نسميه بناحية من أخذ فذاك؟ ما هو ظالم وما ايه؟ ظالم ومظلوم. المظلوم هناخد منه ايه؟ حتى يبقى صحيح النقص بقى هنا. انما ده زاد ولا لا؟ لان هو ده لا بغير حق. لانه اتخذ منه ايه؟ فسمناه ايه؟ ظلم، عشان يستشعر الانسان انه نقص دائما، وان اعتبره زيادة في ماله، لانه ينقص حظه عند الله. ينقص حظه عند الله. الظلم بقى هتظلمه مين؟ الظلم يقتضي ظالما ويقتضي مظلوما، مش كده؟ ويقتضي موضوعا للظلم. ظلمتني في ايه وظلمتك في ايه؟ قال لك كل حق سواء كان حقا ماديا او حقا ايه؟ معنويا، ولو ان تظلم نفسك، وذلك ابشع انواع الظلم. ابشع انواع الظلم ايه؟ ظلم النفس. ليه؟ لان نفسك دي كان المفروض انك انت ترعاها وتحقق لها ايه؟ انت بتحقق لها مطالب عاجله، انما هتشقيها في الايه؟ في الاخره. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يتعرض لهذه المساله يقول ايه؟ من عمل سوءا او يظلم نفسه، الذين اذا فعلوا فاحشه ايه؟ او ظلموا انفسهم. انا طب ما هي ظلم النفس هيبقى من الفحش؟ اما قال لك لا، ظلم النفس انك انت تبيع دينك لدنيا غيرك. ليتك بعت دينك لدنياك، تبقى اسمك حققت لنفسك شيء من النفع ولو عاجلا. انما تبيع دينك لدنيا غيرك تبقى انت ظلمت نفسك، لا خدت دنيا ولا خدت اخره. خلاص؟ الذين اذا فعلوا فاحشه ايه؟ او ظلموا انفسهم ذكروا الله. يبقى اذا فعل الفاحشه انك انت تعمل حاجه نفسك يمكن تستفيد منها شهوه، تحقق لها شهوه، يبقى على الاقل لمستها شيء من النفع. خلاص؟ لكن الثاني ما لمسك شيء من النفع. بعت دينك بدنيا مين؟ شر الناس من باع ايه؟ دينه بدنياه، وشر منه من باع دينه بدنيا غيره. لانه يبقى ظلم ايه؟ ظلم نفسه. وكأنه لا خصومة بين الله وبين خلقه. ما يستطيعش حد انه يظلم ربنا ابدا، انما احنا ظلمنا نظلم مين؟ ولكن الناس انفسهم يظلمون. ليه؟ لانه بينقصهم من النافع الباقي ويديلهم الزائد الفانش. يبقى ايه؟ ولا تقربا هذه الشجرة فتكون ايه؟ من الظالمين. فأذلهما الشيطان عنها. طب أذلهما الشيطان عنها يقتضي أن الشيطان باشر مهمة. أذلهما الذلة العثرة الكبوة، مش كده؟ وفي قراءة أذلهما الشيطان عنها، مش ماشية برضو؟ أذلهما الشيطان عنها. طب هم ما كانوش، ألم يكن الله قد نصحهم بعداوة الشيطان؟ ما قالهمش إنه عدو لك ولزوجك؟ طيب هب أن الله لم يقل، ألم يشهد الموقف الذي امتنع فيه إبليس من أن يسجد له؟ ألم تؤثر في نفسه قوله أنا خير منه؟ أسجد لمن خلقت طينا؟ كل ده كان يجب أن ننبه في إيه؟ غريزة الاحتياط، إن ده واقف مني موقف كذا، ومع ذلك لم يتركه الله ليستنبط، ورحمه
وقال ايه؟ انه عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة إياكما. يبقى إذن لم يكتفي الحق بالدلالات الطبيعية التي كان يجب أن يتنبه إليها آدم، بل برضو قال له إنه عدو لك ولإيه؟ ولزوجك، فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان إيه؟ فيه. أخرجهما مما كان فيه. هم كانوا في ايه؟ كلها منها رغدا، وقلنا الرغد ان حاجه عيش واسع بدون تعب. يبقى كان ياكلان زي ما قلنا بياخدوهم للتدريب، ما بيحملوش هم حاجه، ما بيعملوش ابدا اي حاجه الا العمليه اللي هم مطلوب منهم انهم يبدوا فيها مهاره. واخرجهما من ايه كمان؟ من الهدوء ومن الاطمئنان، مش كده؟ ولذلك هتيجي في آية تانية بتختمنا برضو تقول ايه؟ فلا يخرجنكما من الجنة ايه؟ فتشقى. وقلنا احنا في مرة كلمة فتشقى دي على القياس الاسلوبي كان يقول لا يخرجنكما اثنين من الجنة فتشقيا، مش كده ولا ايه؟ لا يخرجنكما من الجنة فايه؟ يعني تشقياني اثنين، لكن هو قال تشقى. دي لفتتنا لفتة اجتماعية الى مهمة الرجل ومهمة المرأة، لان ربنا قال في مهمة المرأة الاولى ليسكن اليها، ولا يسكن الا المتحرك، ما يكونش ساكن بره ويجي يسكن هنا، يعني يسكن يعني ان وجودها يقطع عليه الحركة الذهبية التعبية الكفاحية بره، يبقى هنا يجي يعمل ايه؟ يبقى ما يكونش عواطل بقى، يطلعش على القهوة برضه ساكن ما يتحركش في الحياة، وبعدين يجي يقول للمرأة سكن، تقول له سكن من ايه؟ انت اتحركت في الحياة؟ انت تعبت، ده ديا للي ايه؟ للي تعب جاي يسكن. وبعدين لما قال فتشقى دل على ان اصل الكفاح الخارجي انما يكون من نصيب الرجل، يكون من نصيب من؟ الرجل. يبقى العملية اللي انت بتشوفها بقى دي ان الرجل يكدح ويجي هنا ايه؟ يسكن، ويجي هنا ايه؟ يرتاح. يبقى اذا كل خروج عن النمط المأخوذ من الاسلوب والعدول عن اللفظ الضمير الاثنين الى ضمير الواحد يبقى ده بيديني قضية اجتماعية، ان مهمة الرجل ان هو اللي ايه؟ هو اللي يشقى، ومهمة المرأة انها تبقى ايه؟ سكن. والسكن اعداد المتحرك بالراحة ليتحرك ثانية، مش كده ولا ايه؟ ما هو احنا بنخليه بيسكن ليه ويهدأ؟ علشان يعمل ايه؟ يصبح مرتاح فيتحرك حركة ايه؟ حركة ثانية. انا مش عايزه سكن على طول، لا، ده انا السكن ده معناها اعطاء المتحرك قبل السكن، قبل ان يكون في السكن اعطاؤه ايه؟ فترة من الراحة. ليه؟ ليستأنف الحركة من جديد، وبعدين يجي ايه؟ يجي يسكن. يبقى اذا لما يجي العالم بقى يغير هذا النظام نقول له انت اللي بتتعب نفسك وبتتعب الدنيا، وانت بتشقي وبتشقيها، ويجوز ان كنت صعبان عليك انك انت تكدح في الحياة وهي قاعدة. ده هي لو تفرغت لمهمتها في البيت لم تجد وقتا ابدا لاي حاجة. لما تيجي لها بالليل وعايزة تؤنسك تقول لك سيبني انا اريد ان ارتاح، لان عملها ايه؟ عملها كتير. فاذا قول الحق سبحانه وتعالى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى كلام مسبق وانذار، لان الشيطان لن يدعكما بل هيوسوس. ومما يدل على ان الحق سبحانه وتعالى كان ولا بد ان يقول لهما ايه؟ ذلك عشان يذكروا بالعداوة، حتى يتهم آدم إبليس في أي نصح ينصح به، لأنه ما يبقاش واقف مني هذا الموقف وقال أنا خير منه وبعدين يجي إيه؟ لأنه إذا قال أنا خير منه
فسيعمل جاهدا على ان تظل الخيرية له، مش كده ولا لا؟ وما دام يعمل جاهدا على ان تظل الخيرية له لا يمكن ان ينصح الا بشر. مش ممكن بقى انا بقول ده انا احسن منه، انا متقدم عنه في الفصل، انا ترتيب الاول وهو ترتيبه الثاني، وبعدين يجي في الامتحان والبتاع دي وبعد ذلك يجي سؤال اقوم اديله هو عشان يزيد عني درجتين؟ لا مش ممكن. فكان يجب ان يتنبه ادم الى انه حين قال انا خير منه ان يتهم كل توجيه نصح منه، يقول له لا رد على نفسك. وايضا كان يجب عليه ان يعمل عقله. ليه؟ لان ابليس لما امتنع عن السجود اخرجه الله من الجنه مذموما مدحورا، وادم فضل فيه. فانظر الى انسان طرد من نعيم، انظر الى نظرته الى انسان بقي في النعيم وطرده من النعيم بسبب من بقي في النعيم، كيف يكون الامر؟ المساله تيجي ازاي دي؟ يبقى لازم يتهم في كل قول ايه؟ كل يقول. ولذلك كان يجب على ادم، ربنا بيعلمنا بقى، يعلمنا ان نفطن الى كل كلام يقال، وخاصه اذا كانت هناك شبهه ايه؟ شبهه عداوه. ولذلك مثلا لما يجوا المستشرقين يتكلموا كان يجب على اللي بيقروا للمستشرقين انهم يقولوا ده الاعدائنا، خد كل كلامهم بالاحتياط. انما العجيب انك انت تلتفت تلاقي ناس برضه منا بيقروا لهم ويعجبون بارائهم ويروضوها وهم اللي يعملوها مدرسه وهم اللي، شو الخيانه قد ايه؟ ده كان يجب انك انت ايه؟ تحتاط زي ما ربنا قال انه عدو لك ولزوجك. ثم يا اخي تعالى، طب ده ربنا لما جه يتكلم عن المساله دي وجه الوسوسه التي وسوس بها، ما هنا الوسوسه ما جاتش قصه البقره ما جاتش، انما جت في حته ايه؟ وسوس لهم ايه؟ الشيطان قال يا ادم ان ربنا ما نهاكوش عن هذه الشجره الا ان تكون ملكين، هذه واحده، وقال له انا ادلك على شجره الخلد، مما يدل على ان الاغراء والاغواء متعدد، يجي له من ناحيه ما يخلصش منها يقوم يجي له من ايه؟ من ناحيه ايه؟ من ناحيه اخرى. اهي عمليه الشيطان بقى اللي قلنا عليها، انت تفرق بين شهوه نفسك وبين وسوسه الشيطان بايه؟ ان وسوسه النفس بمعصيه تصر على المعصيه من نفسها، هي ده هي انا عايز ده، يبقى واحد كامل في كل ناحيه وعنده نقطه ضعف في اي ناحيه، نفسه تلف عليه فيه، مش كده؟ تبقى النفس بتلف على معصيه بايه؟ بخصوصها لا تحيد عنها. انما الشيطان مش كده، الشيطان يريدك عاصيا على اي لون، فان امتنعت عليه في لون من المعصيه يجي لك من ناحيه ثانيه، اهي دي اللي موجوده. بقى مره قال ايه؟ ادلكم على شجرات الخلد وملك لا يبلى، ما نفعتش. أم قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون إيه؟ ملكين أو تزود على أنهم يبقى ملك. طيب كان يجب بقى على آدم، وإحنا اللي يجب نستفيد من ساعته قال له ذلك، يقول له طيب يا أخي إذا كنت أنت عارف شجرة الخلد وكنت أنت عارف إن دي تبقى ملك، الله طب ما كنت رحت من ورا ربنا كده وكلت من الشجرة دي عشان تبقى خالد وتبقى ملك وتبقى كل حاجة. يبقى إذا ما كانتش تنفع دي، ما كانش صح انها ايه؟ انها تيجي. ولذلك ايوه الا ان تكون ملكين او تكون ايه؟ من الخالدين. يبقى دي لون الايه؟ الوسوسه اللي ايه؟ اللي وسوسه. نعم. هنا بقى احنا عايزين حته يعني ثانيه، ان الحق سبحانه وتعالى حينما عصى ابليس قال له اخرج منها ايه؟ مذموما مدحورا، مش كده؟ ولما عصى ادم العصيان جه في صور متعدده بس بايه؟ باشكال مختلفه، مره معصيه ومره ايه؟ نسيان، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فايه؟ ومره يقول ايه؟ وعصى ادم ربه. طب هو عصيان ولا نسيان؟ العلماء لما يجوا امال الحاجتين عشان ما يبقاش لا يوجد تضارب في القران، وحاشا ان يوجد تضارب، يوم يقول لك النسيان امه محمد هي اللي اعفيت منه، انما كان النسيان ايضا معصيه، النسيان كان معصيه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه، الخطا والنسيان وما استكرهوا ايه؟ فكأن النسيان قبل ذلك لم يكن ايه؟
مباح او يعفي يبقى كان ايه؟ معصيه. يبقى نسي وعصى يبقى قد بعضها ولا لا؟ واسال الله ان يجمعنا في لقاء اخر لنشرح هذا الموضوع ونعطيه حقه، والى اللقاء ان شاء الله.